فلوق رقم 12 عقبال ال100 ان شاء الله. سلام، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. سويت تعديل في المايك على شيء بسيط جدا، اتمنى اذا تحسن اكتبوا لي في الكومنتات عشان نكمل ان شاء الله. اتوقع انه قبل كذا قلت لكم انه المطبخ راح يجي يتركب يوم الخميس ان شاء الله، بس مع الاسف الشديد انه لما جو طلبوا حق المطبخ كامل، لما جينا نطالع في الصرافه زي كذا والله ما في المبلغ كامل، خليها الشهر الجاي. فما بنزعل ولا نتضايق لانه ممكن لعلها خير ان شاء الله، نستنى لنهايه الشهر. وبيني وبينكم بعض الاشياء لو انها جات بسهوله تحس انه كذا ما لها طعم. فقريت بعض الكومنتات يا مهند لا تحاول تصور او انك تسوي فلوق في الشقه لانه في صوت صدى وما قاعدين نسمع كويس، فسامحوني والله العظيم سامحوني. حبه حبه ان شاء الله نبدا نأثث. اكيد تتذكروا البراده الجديده اللي جبناها صح؟ طلعت خربانه يا جماعه الخير، اشتريناها من جدة وجبناها لين هنا الطائف وفي النهاية ما طلعت شغالة. شغال بس هذا اللي موجود هنا، لكن الهيتر نفسه مو راضي يشتغل. عشان تفهموني أكثر، نفس البرادة هذه لها ميزة، في عندك الإزرار هذا والسويتش هذا حق التبريد شغال زي ما أنتم شايفين. عندك هذا اللي موجود هنا برضه هذا حق الهيتر، حتى حاطينه أحمر على أساس إنه الهيتر. أطفي أرجع أشغل ما في لمبة حمراء، نطفي نرجع نشغل برضو ما في لمبة حمراء. حق المشوار اللي ضربناه من جدة زي ما انتم شايفين ما قاعد يعطيني اي لمبة حمراء. ميزة البرادة هذه انه نفس السويتش هذا لو اشتغل ما حد يقدر مثلا من الصغار اذا مثلا يعني في المستقبل او شيء زي كذا لو جيت ضغطت عليه ابدا ما ينضغط، الا اذا لما تجي تضغط على ذا ما ينضغط عشان مويه حاره. فاللي بيصير الان نفرغ البراده، نفرغ كل حاجه موجوده فيها المويه عشان اذا دخلناها السياره ما تتغرق ولا اي شيء، وبعدها ننزلها معانا وننزل على جده. دائما انا ابغى اشيل البراده اقول يا رب انها ما تطلع مويه. طيب نقول بسم الله، لازم نسوي لها حركه عين كذا بسرعه، بس ما معانا اي سرعه في الحياه. يلا بسم الله. طيب عشان نفرغ المويه اللي موجوده كامله هنا لازم نفك الغطاء ذا اللي موجود هنا، بس عشان حرام ان المويه كلها تنزل على البلاعه والكرامه فمعناته بضطر اني ادخلها هنا مره ثانيه. بحاول يعني نقول بحاول. على اسف الشديد اني صورت لكم مقطع نزل تقريبا نص المويه اللي موجوده في البراده، وبرضه كانون 7 دي حذفت المقطع. انت عيبتني الكاميرا بس. طيب نقول بسم الله ونشيل الباقي. توقع بالي كذا خلاص. اول ما فصلنا المطبخ اتحمسنا كذا ورحنا اشترينا اشياء جدا بسيطه كذا للمطبخ، منها الاشياء اللي انتم قاعدين تشوفوها اللي وريتكم اياها في الفلوقات السابقه، اللي ما شاف الفلوقات يشوفها. فمن الاشياء البسيطه هذه اخذنا الكيس هذا، بس انه في اشياء كذا ما ادري كيف صراحه، اتوقع انه ما يفهموها الا البنات. هذا اتوقع للكاتشب او صوص معين او شيء زي كذا ضغط، احسه كيوت كذا. وهذه بيض قلاية طبعا، بس شوف كيف شكلها وصغيرة كذا، مرة صغيرة. دقيقة خلنا نفك لكم اياها كيف تنفع. وهذه حقت السكر او الثلج. وهذه اتوقع اللي تنحط تحت ايش يسموها القدور، اتوقع هي القدور كذا. الله، والوان كذا حركات. واخر وحده ايش هذا سمكه؟ هذه للمكوى عشان تنحط المكوى هنا. ايوه وهذه للمكوى. حطينا البرادة الحمد لله، الآن متوجهين على جدة.
احنا في انتو مول الان، سامحوني بعد عيني ان كان في لقطات كده تحس انها ما هي واضحه كثير، لانه اول شيء عوائل مره كثير. اخواني انا جالس مع الوالده الان، اخواني الان قاعدين يلعبوا كل حاجه، بس المشكله اني ماني قادر اصورهم ولا شيء. يعني اذا ما اسعدتكم في ذا الفلوق سامحوني والله سامحوني، ولا بغيت اصور لكم كل حاجه صراحه. يعني تركبي معنا قطار؟ ايوه اكيد. ايوه بس لا تخاف. اوف 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 اوف، انا اللي ما اخاف ولا انتي؟ انت ايام زمان قلت ولا كذا قلت انجعست. اسمها انجعست ولا انزجعت؟ انزجعت. كل اعذاري كرجات في العائله كامله. ها تركبي معنا قطار؟ اكيد. ما تخافي؟ والله. ها خايفة؟ لا 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 ما تطيح ما تطيح. لا 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 لا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ميمي اتمسكي اتمسكي. كويس انت قاعد تصرخ. ليش تصرخ انت بابي؟ طيب في لفة ثانية؟ يلا يلا اللفة الثانية اللفة الثانية. أنا بجيبها من هنا دقيقة. السبب اللي دائما يخلينا نجي انتو مول، ومش السبب اللي دائما يخلينا نجي انتو مول، اخواني يرتاحوا في ذا المكان. من وجهة نظري للامانة مكان مرة هادي، ما في له معاكسات مرة كثير، قروشة شباب وبنات بشكل عام مي موجودة في هذا المول. المول جدا صغير، فيه العاب، فيه كوفي للناس يعني اللي دائما تعسل وتشيش والكلام هذا كله. طبعا فيه كوفي موجود هنا. انا اول مره صراحه أنا اشوف كوفي مقفل، لكن المشكله انه معسله داخل وهو مقفل. حتى المعسلين رخيص. على قولتهم المعسل مره رخيص. بكم المعسل اصلا؟ ب 45 ريال. امي هذا 45 ريال رخيص؟ قالوا يقولوا لك 75 الراس. في ب 75، في ب 120، في ب لكن هنا يقولوا ارخص. انا ما شيش طبعا. هو سريع طيب كيف؟ مين دقيقه دقيقه مين اسرع؟ انت؟ لا 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 ما بسمع. الولد طاح. فين ميلاف؟ يلا واو خلصنا من انتو مول وميلاف طالعه بهذا. ايش هذا يا ميلاف؟ سلايم. ايش اسمه؟ سلايم. سلايم. اسمع امي ايش تقول لك؟ مين اشتراها؟ هي اشترت بنفسها. هي مفلك فلوس. ايوه شوف ايوه مثلك دي 10. مفلك. هو اداني. لا مو انا اقول لها اديت الرجال 5. ايوه بعدين ميمي امس كان عندها حفله في المدرسه نصابه، قالت هاتي ال5 واشترت فيها سنتوب بسحباتها. وانت ليش دحين تبكي يا ميلاف؟ وحجزت 13 ريال. خلاص حبيبي خلاص. ومن هذه الضيفه 5 ريال. خلاص ماما أنا تحبك يلا. معاكي.
شوف امي وين جايبتنا. امي تتذكري دي اخر هذا قمر الدين صح؟ قمر الدين بالدقة ما ادري شو اسمه. هذا اخر مرة اشتريته ايام المتوسطة. طيب الحمد لله رجعنا من انتمول وكل حاجة، بس قبل لا نمسح خط الطائف وكل حاجة الآن الساعة تقريبا 1 ودوام الساعة 6. والله this is unfair والله. شوفي تعبنا وشقينا ورحنا وجينا وتمشورنا وكل حاجة، والحمد لله يعني انبسطنا مع أهالينا وكل حاجة، بس يعني طلب بس يعني إنه يعني تشتغلي دحين يا رب. تمام بليز أوكي. أبوس أمك تكفين اشتغلي بليز. نجرب التوصيل ان شاء الله. باقي السويتشات. طيب بسم الله. ايوه يس نشيلها الان ونمشي على الطائف. القدوة الحسنة، ايش معنى القدوة الحسنة في منظور الاخرين؟ بمجرد ما انك تقول كذا بينك وبين نفسك القدوة الحسنة، معناته انه انا والله امشي عيالي على الصراط المستقيم، اعلمهم كيف يصلوا، اعلمهم كيف يتوضوا، اعلمهم واشياء جدا كثيرة. صح كلامكم، لكن مقصدي القدوة الحسنة من ناحية ثانية. ايش هي الناحية الثانية يا مهند؟ انا اقول لكم، عندكم الاب هو الظهر وسند البيت، عندكم الام هي مدرسة البيت، فدام انه الام مدرسة البيت فمعناته لو انها تغيرت من جميع النواحي، انا اتكلم من جميع النواحي، معناته العيال حتى لو راحوا المدرسة وحتى لو كانوا في المدرسة 24 ساعة ما راح يستفيدوا أي شيء. والأب دام إنه ظهر وسند البيت فمعناته لو انتكس البيت كامل. الأم تمر في ضغوطات مرة كثير، أشياء دائما تجي عليها جديدة، أشياء دائما تشوفها كذا تتغير، البزورة بدوا يكبروا، بدوا يخربوا البيت، بدأت تعصب، بدأت تطلع من طورها زي كذا، ما عاد تتحمل أي حاجة، باختصار أي كبيرة أي صغيرة زي كذا قامت عصبت كذا ونهاية الليل كذا بمجرد ما انها تحط راسها على المخدة قامت ندمت. فمعناته لو واحد من العيال ما اتوفق في المدرسة او مثلا تعقد نفسيا او حاجة زي كذا، في اسباب راجعة لهذا الشيء. عندكم الاب برضو نفس الشيء، لكن الاب من جهة اكبر لانه بيشوف اكثر، بيعيش اكثر، بيحتك اكثر، بيطلع اكثر، بيتعايش مع اشياء كثيرة مرة مو زي الام يعني حدها البيت. فجاء موقف يوم من الايام كذا بيني وبين ابوي، انا اتذكر انه كان عندي ازمة للامانة كانت جدا صعبة، خصوصا ان انا مقبل على زواج حاليا. فوقتها كذا كنت قاعد افكر كذا وشايفني ابويا كذا في عالم ثاني، وشايفني يعني كذا يعني ماني في الحال اللي ينبسط عليه اي اب لولده. ومع الاسف الشديد انه ابويا كان عنده مشكله وكان يبغى يتكلم معي فيها، لكن بمجرد ما انه جاني وبما انه انا الولد الوحيد اللي دائما يجيني ويتكلم معي وكل حاجه، شاف انه والله ولده منتكس، معناته انا مو لازم اقول له. فقدوة حسنة، ايش ما مر عليك في ذي الدنيا خلاص، احنا الان في جيل لازم نستوعب انه اي شيء يقبل علينا نعتبره شيء طبيعي جدا، ايش ما كان الشيء يعتبر شيء طبيعي. اذا ما راح تتقبلوه من هذا المفهوم معناته تتقبلونه اذا جيت قلت لكم انه الامر ممكن يكون خيرة لكم، ولا تتضايق ولا تحزن، لانه انا على سبيل المثال لو نزلتي من الطائف على جدة انا مكدر خاطري وكل حاجة، جيت عند اهلي وانا داري انه انا بطلعهم لانتمول وابغى امشيهم وابغاهم يغيروا جو، لانه انا في كلتا حالتين فين وفين اشوفهم. فتتوقعوا لو اني انا جيت ومكدر خاطري وفوقها كمان طلعتهم، وفي نفس الوقت لو امي جالسه معي قعدت اقول لها والله يا امي انا فيني كذا 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 كذا، تتوقع انه العائله في الطلعه هذه راح تكون مبسوطه؟ لا. ابغاكم بس تستوعبوا انه احنا الان في جيل معرضين لاي حاجه، ممكن يمر عليك اي حاجه، تقبل اي حاجه، اللهم لك الحمد على كل شيء، سواء انت رضيت او ما رضيت على هذا الشيء، تقبل هذا الشيء. ونصيحه لوجه الله، خلي بينك وبين نفسك، اذا اصابتك مشكله مثلا بينك وبين نفسك ادعي انه رب العالمين يفرجها عليك، لا تكون من الناس اللي في لحظه ضعف تقولها مثلا لعز اخوانك او لامك او لابوك، لانهم انت تشوفهم هم افضل ناس انك تفرغ كل اللي في قلبك لهم، لانه وقتها لا ابوك اللي بيكون مرتاح، ولا البيت بيكون مرتاح، ولا امك بتكون مرتاحه، ولا اي احد حوالينك يحبك ويعزك ويقدرك ويبغى سعادتك ويموت بس عشان يشوفك تبتسم. لا تتوقع في يوم من الايام انه راح يكون مبسوط لو جيت وقلت له على هم واحد من حياتك. فلذلك دام انه حنا صغار الان في اعمارنا، فمعناته لازم نعود
نعود نفسنا على شيء اسمه الصبر. ان شاء الله اني ما طولت عليكم، يعطيكم الف عافيه على المشاهده، شكرا على كل شيء، شكرا على المشاهده، شكرا على اللايكات، شكرا على الكومنتات، شكرا على ذكر الله دائما في الكومنتات. اذا ما عندك كومنت نرجع نقول تذكر الله، ونرجع نذكركم بعون الله اللي وصلنا من الزيرو لل1000، واللي وصلنا من ال1000 لل2000، واللي وصلنا 2000 الى تقريبا الان 2020 مشترك بعون الله. يوم من الايام كذا بس سوي زي كذا، انت بس سوي زي كذا بعون الله نوصل 10,000 واكثر كمان بعون الله. وشكرا يا بعد عيني اللي دائما يرسلوا على الواتساب وعلى الجروبات وعلى السناب وعلى كل شيء، والله العظيم مقدر كل اللي انتم تسوونه، الله يسعدكم دينا واخره. ان شاء الله اني ما ثقلت عليكم في فلوق اليوم واستفدتوا قد ما تقدروا. اشوفكم على خير ان شاء الله، دائما مبسوطين ان شاء الله، دائما تضحكوا ان شاء الله، دائما رب العالمين يحقق كل اللي تتمنوه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلينا نروح الطائف، فمان الله. بما انه الاثاث حق غرفه النوم راح يكون ابيض، فراح نختار هذا. يعني للامانه احس انه هو المناسب.